خويا. السلام عليكم. تفضل. والله مرحب بالإخوة الكرام، ورائد يعني يوم بعد يوم يعني أتأكد بأنك شخص على خلق. وحتى لو كنت معارض أنا أحترم المعارضة تاعك، ومن حقك كمواطن جزائري أنك تتكلم بكل حرية وبكل في كل المواضيع التي تخص الأمور التي لم يعني تعجبك في البلاد. هاني معاك 100%. أنا راني في بوسعادة، وسبق لي أن تكلمت مع الأخ شوقي. آه، انا نحترمك بزاف، ونزيد نحبك في الله، نحبك في الله اني في البلاد ونهضرها قدام الناس باسمي، لانك تعترف في بعض الاحيان انك تخطا، يعني خير الخطا وانت تغلط. لكن فيما يخص المطالبه بحقوقك وكذا راني معاك مليون بالمية، مليون بالمية. لانه الديمقراطيه والحريه يفرضها الدستور على كل المواطنين. اما ما يقوم به المسؤولين ولا كذا انا ما يهمنيش، يهمني انك في حقك، ونحترمك على هذا، على طريقتك في الحديث والكلام. انا سبق لي وتكلمت مع الاخ شوقي وقلت له هذه كلمه تربيه بيوت الرذيله لا يقول فيها. انا وش نقول له؟ انا نقول له هو حر في حياته. انا اليوم حبيت نفهم حاجه فقط. انا يعني مثلا اذا كنت اريد ان اعارض الدوله الجزائريه، اتكلم على نفسي، نشوف شوقي بن زهرة يعارض، ومن ذاك نشوفه ضد مثلا اذا تكرمتم انا نوري هذا الفيديو. والله تلاقيت به يعني هكذا على غيله. يعني ما حبيت نفهم ما هي يعني وشنو هي الموديراتور خويا شوقي. المغرب. تفضل. على بالي خليه براحته. ويقول منذ اسبوعين انه لن يكون هناك تطبيع من المملكه المغربيه، ثم بعد اسبوعين يتم التطبيع. لا تظنن بان هذا الامر حدث في اسبوعين ابدا. هذا اتفاق كبير واتفاق خطير على الجزائر بطبيعه الحال. عنده خطر لانه كاين امور والانظمه سواء كان المغرب القرار تاعهم قرار داني انك تقايد قضيه الصحراء الغربيه بقضيه تطبيع. هذا قرار داني. يخرج الوزير. انا والله يعني من هذا الفيديو لا انا لا 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 لا، خلي الباساج صديقي. هذا وش لقيت، هذا وش قبل لقيت ما أخي تكمل العزيز. شوف، قبل ما تكمل باش تشوف بان رغم كاع واش راكم تهضروا، راك شغل عندنا احنا بالك، ونقول احنا في اطار الناس اللي تنتقد السياسه وكذا. عندك ديمقراطيه مطلقه، لانك شوف ما منعتك لا انا لا هو انك تجوز فيديو وين هو يتكلم فيه على الاراء السابقه ديالو نحو القضايا اللي كانت تهمو انذاك. يعني باش تشوف بلي كاينه ديمقراطيه وكاينه حريه التعبير في اللايفات ديالنا. روح تفضل. شوف لحظة الأخ رائد، صديقي، لحظة صديقي، نحددوا حاجة بأنك قمت باقتصاص المقطع في جزئه الأخير. لماذا؟ والله يا اخي العزيز انا والله لقيته هكذا، ما قصيت حتى شيء، ما نقولش ما عليك. قصيت حتى شيء. ما قصيتش ما لما قصيت- كنت ما نتكلم قصيت. على نتكلم على رئيس الحكومة، ولا قصيته؟ تحب نعاود ندير لك الكاميرا وتشوف؟ يعني لقيت الفيديو لا، هكذا، يعني ما المقتطف قصيت. الأخير. علاش حبست الفيديو قبل ما لا ينتهي؟ عاود ولا وحده من الاول، وحده عاود ولا ما تسمى تحب اصبر بك نوري لك باش تعرف باللي ما قصيت حتى شيء. ها شوف الفيديو من تحت انه وحده توقف. في المغرب. ها خويا شوف اسبوعين انه لن يكون باش ما تقولش باللي راني قصيت لك الفيديو. ها من المملكه المغربيه، ثم بعد اسبوعين ما يتم قلت لكش عاود لنا الفيديو، لا قلت لك تظنن المقتطف بأنه هذا الامر الأخير. حدث في اسبوعين. يعني خليته لك، شوف باش تعرف باللي ما توشيت حتى شيء. كبير واتفاق خطير على الجزائر بطبيعه الحال. عنده خطر. راني نوري لك كيفاش يافونسي الفيديو. كاين امور والانظمه سواء كان المغرب القرار تاعهم قرار داني انك تقايد قضيه الصحراء الغربيه بقضيه تطبيع. هذا قرار داني. ها شفت، ها واحد اوكي. تسمى انت جبت المقتطف المقتص. وشو هو الفكره اللي حاب توصل لنا هنا؟ انا حبيت واحد الفكره. انا كما رائد يعني نشوفه في عديد من اللايفات، يعني يطالب بامور مشروعه وبطريقه عاديه جدا بدون الاخلال او الانقاص من قيمه الاشخاص. انا ما كما رائد قال كلمه شابه، قال لك انا امي ربي يعطيها الصحه والعافيه ان شاء الله، قال لك رباتني
اني ما نسبش، وكان نسب يعني انا انسان صديقي مانيش ماناش في مليح. السبان، انت جبت مقتطف خليني نكمل. لا لحظه راني جايك راني خويا. لحظه راني جايك لحظه باش نتقدموا، ماناش راعي نبقاو معك 10 سوايع. انت جبت مقتطف حبيت توصل به رساله، ما هي رسالتك؟ رسالتي انك يمكنك ان تكون معارض ولا معارض شرس بدون ان تمس بشرف الجزائريين، بدون ان تعمم على كافه الجزائريين. لا علما رومبوبيني الفيديو اللي في حد ذاته اللي يتكلم على دادي دقيقه برك نكمل معاه في هذه ونخليه. لماذا جبت المقتطف هذا في حد ذاته المرتبط بقضيه التطبيع؟ علاش؟ باش نقدر نجاوبك، سينو ما نقدرش نجاوبك. اكيد ما فيش. انا كل يوم ندخل في التيك توك نلقى فيديو، لقيت عليك واحد 10 فيديوهات، هذا لقيته ربما غادي نلقى واحد اخر زيد نوري لك. انا هدفي من الحديث معك انا ما نسبك ما نعايرك ما نقول. شوف، مهما كانت ميولاتك ولا انطباعاتك ولا، انا نحترمك رغما عني، لاني تعلمت اني نحترم جميع الناس. ماناش في العاطفه. الفيديو في حد ذاته لحظه، انت جبت فيديو ما نقدروش نفهموك. الفيديو هذا انك انا ما فهمتش انت وين راك ما يوم هنا يوم هناك. يعني انا لو كنت نحب نحط روحي ونتبعك نرجع متابع لك ونامن بافكارك. معليش يا اخو، سقسي شوقي بك اذا حبيت. شوقي انا عندي مداخله فيما يخص المقطع اللي حطوه على شوقي. انا الشيء اللي فهمته والشيء اللي سمعوا من قبل انه يقولوا شوقي عميل المخزن وجامي يتحدث على المروك، بينما هنا شفت شوقي انتقد الوزير اللي كان في ذاك الوقت على السياسه نتاعو. والمشكل وين؟ انه المغاربه والمغرب تقبلوا هذا الامر وراهم مع شوقي ويحبوه، لكن شوقي لما ينتقد المسؤولين في الجزائر يسبوه ويقولوا له خائن وعامل. هذه اللي ما فهمتهاش. يعني حتى في حريه التعبير راني نشوف الباساج تاع شوقي تكلم على سياسه يعني خارجيه، في السياسه الخارجيه وتقبلوه، يعني كاين تقبل من عند المغاربه. بينما لولاد بلاده، لحظه، لولاد بلاده هما يقولوا شوقي هذا عميل مخزن ونتحداو الى هدر كلمه على المغرب. هدر ونشوف المغاربه تقبلوا هذا الشيء بصدر رحب في الوقت هذاك اللي كان يعبر فيه شوقي. يعني كاين خلل. المشكله هنا ماشي في المغرب وفي المغاربه وفي النظام المغربي اللي تقبل هذا الكلام تاع شوقي اللي كان يقصد به الوزير في الوقت هذاك، بينما الجزائريين ما يتقبلوش انك تهضر لهم كاع على شواكرهم من الوالي وطلع. هاو الخلل وراه. بين سقسي شوقي بن زهره، هذا الفيديو شحال عندها شوقي بن زهره؟ هذه نهار دونالد ترامب اعلن دعم مغربيه الصحراء، دونك في 2000 اكتوبر نورمالمون نوفمبر 2020. صح 2020. ويمكن سقسيك انا جاب لي ربي سنه الحياه ان الانسان يتطور في تطور مستمر، وبان الدنيا هذه في تغير مستمر. الى اليوم كان هذا شوقي بن زهره في 2020 يشوف هذه العفسه، بعد تجي في 2026 تقول له انت كيفاش راك تشوف عفسه واحده اخرى؟ شغل يعني انت تنافي المنطق الالهي في الدنيا هذه، في الخلق تاع ربي سبحانه في الدنيا هذه انت راك تنافيه، لان الدنيا غير مع العلم رائد انه انا كنت وقتها ننتقد في الحكومه تاع الاخوان المسلمين، دونك حزب العداله والتنميه اللي كان وقتها من كنت اتكلم عنه هو العثماني. الى يومنا هذا نعتبرهم بانهم قذرين، انا اسميهم الاخوان القذرين، مع ان انا عندي اشكاليه كبرى مع الاخوان المسلمين. وقتها حقيقه ان المواقف تاعي من التطبيع وكل شيء كانت معروفه، يعني حتى نقول 7 اكتوبر 2023 كنت نتبنى الطرح هذاك تاع هذا تطور عادي في الاخر تاعي. بصح انه انا مثلا تراجعت على الكلام على الحكومه تاع العثماني ولا الحكومه اللي قبلها تاع بن كيران، هذا الامر لن يتغير. هم تم الدوس عليهم كالقذاره. يعني كان منذ اسبوعين قبلها يقول لك انا ضد التطبيع، ومن بعد اسبوعين من بعدها انا ضد التطبيع. هذا الامر لن يتغير. اما المواقف بطبيعه الحال تتطور. بصح هذا شيوخ، هذا المشكله رائد دوك انا اللي ما فهمتوش من عند البوسعادي وش هو الفكره اللي حب يوصل لنا. انا هضرت معاه يا خويا العزيز غير دقيقه بك 30 سكوند ما بقى. انا حبيت نفهمك بانك انت اذا كنت انت اختي هضرت معايا يعني تبان انسان مؤمن الله يبارك، حبيت نفهمك بان الدنيا في تطور مستمر. يعني انك انت اذا قلت لهم شوقي بن زهره كان يقول هكذا واليوم غير الموقف ديالو ولا يقول هكذا،
يعني هذه صفه حاجه امبوسيبل. انسان يتطور، انسان يبدل الافكار. قال لك يا كو لي كون كي شونج با دافي. تفهم كيفاش؟ يعني الاراء هذه في تغير مستمر. اليوم انا نشوف الدنيا هكا، نولي نشوف في عمري 50 سنه نولي نشوفها اوترومون. اذا انايا ما تغيرش الراي ديالي معناتها انني انا ما درت والو، ما ديفلوبيتش. تفضل حبيبي. اكيد يزيد فضلك. انا اخي رائد، انا نقولها مره اخرى، الجميع، اي شخص جزائري له الحق في انتقاد الحكومه، انتقاد المسؤولين، لانهم يخدموا عند الشعب في الواقع وفي القانون وفي الدستور. هؤلاء يعتبرون يعني يخدموا عند الشعب. اتكلم لك بالمنطق الحقيقي. يا اخي في كل بلدان العالم رائد هناك ناس مثقفه، ناس مش مثقفه، ناس قرات، ناس ما قراتش. انا الذي يحز في نفسي انك انت قد كما حبيت، انت حر، لكن لماذا تسب عامه الناس؟ وفي بعض الاحيان يقول شوقي بن زهره ماذا يقول باللي انا مستعد للحوار الرقي والراقي. انا تلفتها لي بصح اسمع لي، انا دوك تلفتها لي لانك ما فهم، لانك تناولت موضوعين مختلفين في نقطة واحدة. أنك جبت فيديو تريد أن تظهر بأن شوقي بن زهرة غير من رأيه السياسي ومن آرائه السياسية نحو، ما على باليش أنايا بأن التطبيع يبان له نورمال وبأن كذا، وغير الأفكار ديالو. وأنت مع الأول حبيت تقول لي مادام شوقي بن زهرة يخمم هكا واليوم تبدل، أنا واش نحكم؟ ومن بعد تيك دوكا بارك الله فيك. بأن الإنسان في تطور مستمر، وبأن الإنسان يقدر يبدل الآراء ديالو عادي، وبأن الإنسان يقدر يتطور من الأفكار اللي كان يشوفها هكا يولي يشوفها خير ولا يشوفها أوترومون. هذه ماشي عجائب. وبين أن شوقي بن زهرة اليوم يسب، كملنا النقطة الأولى ولا ما كملناش؟ لا أنا لما أعطاني أنا لما أعطاني الجواب وسمعت الجواب قلت ما النقطة الأولى هنا باش نبينوا للناس راهم يشوفوا فيك 2000 بنادم وشوية. معناتها أنت في النقطة الأولى أنت توافق بأن الناس في تغير مستمر، بأن ما يغير الرأي ديالو ماهيش عجائب. نوافقك، هذا شيء واقعي. لكن ما تشوفش البوسعادي باللي كما قال لك دادي كاينه اشكاليه كبيره انك جاي تلومني على هذه القضيه. ربما لو كان يجي مغربي، رغم انه المغاربه لا يهتمون تماما لهذا الموضوع، يعني يجي مثلا مغربي يلوم عليا ممكن. الاشكاليه هو في الجزائري، علاش عندك اشكاليه مع الطرح هذا؟ لأن الطرح رايو دوكا شوقي هو بدل رايو، قال لك بلي وي سي لوجيك، يعني هو اللي راه غلط. انا عادي، انا ما قلتش غلط. اذا هذا امر يخصه، اذا كان هو اعطاني الجواب انا نقبل جوابه عادي. يا خويا جبتني هذه نقطة تحسب لك. روح كمل نقطة ثانية. خوتي شوية كتبات وفرطاج من فضلك. لكن اخي العزيز، لما نحن نتوافق باللي احنا كاشخاص ولا كافراد في المجتمع لسنا اشخاص كاملين، يعني ماناش عندنا علم لا متناهي. بيان سور. بارك الله فيك. في بعض الاحيان لما يتكلم الاخ شوقي تحس باللي انه العلم والمعلومات والاخبار وتحبس عنده، وإحنا موراه يعني مغلوب على أمرنا وما نسوى والو، وبيوت الرذيلة وكذا. من حقك أنت جزائري أخي العزيز، أنا نحترمك، نحترم رايك. واني قلت لك وسمني جلول العوامد، نسكن في بوسعاده ونضرب اسمي ونفتخر وما نخافش. انا ما نخافش. البوسعادي دقيقه درك، انت المره اللي فاتت انت قلت باللي تكلمت معي من قبل مانيش نتذكر، لكن هل شتمتك انا ولا قلت لك ما؟ لا انت ما شتمتنيش، انا ما نخليش نفسي. انا لو كنت تشتمني نشتمك السن بالسن والبادي والله. لا البوسعادي لحظه درك، انت يا راك تاكد باللي انا مانيش نعمم، انت ماشي اي جزائري. انت درك في كلامك راك تقول، انت تقول بيوت الرذيله وكذا، هل قلتها لك انت؟ يعني انا اكلمك، انا ما قلتها ليش ليا، لكن في بعض الاحيان الناس مسكين. خلاص اذا بالمنطق ما انت ما تقولهاش الانسان محترم. خلاص خليني نكمل. انت راك هضرت 6 دقائق و32 ثانيه وانا هضرت دقيقه و40 ثانيه، راك خليني نهضر معاك. البوسعادي انت طلعت اول مره نهار طلعت عند شوقي قلت له، اول ما طلعت عنده قلت له لا تسب بلادك وتخليها شفيه قدام المغاربه ابدا، او قدامك ابدا، قسما بالله. غير هضرتك كي طلعت في اللايف تاع شوقي. ما تقسمش بربي يا اخي العزيز. طلعت عند ماريا وحبت تعاود تشوف يا الاخ حبيت نفهم عسى. دوك انا جايه انا بنت لي بانك راك حاب تحاور، ولكن يعني لي زارغومون يعني اللي راك تبنت فيهم الاثبات لو بوان دو فيو ديالك هما يعني دي زارغومون غير كاملين، ولا غير قابلين للتطبيق، ولا غير قابلين للتصديق.
لانك انت الارغيومون الاولاني بان شوقي بن زهره في هذا انسان، قلت المدام اليوم راهو هنا واليوم راهو هنا وغير الموقف ديالو، قدرنا نقنعوك بان الانسان في تغير مستمر وهذه سنه الله في خلقه، ان الدنيا هذه ماشي ثابته وبان الناس ماشي ثابتين. يعني النقطه الاولى اللي حبيت تقولها ما قدرتش. حاجه دوزيام قلت له بانك انت تسب وتردي له بانك العلم تدعي، وانت طلعت ولم يتم سبك ولم يتم قذفك لا ولم انا عمري يتم ما طلعت عنده الاعتداء عليك، رائد، انا طلعت عنده ما لانك طلعت انت عنده اسمع لي، لانك انت بحد ذاتك بحد نفسك راك تقول بانني انا طلعت اسك سبيتك. قال لك اسك سبيتك، قلت له لا، قلت له انا ما نخليش نفسي حتى نتسب. يعني انك انت لو التزمت، لو كان اغلبيه الناس اللي يطلعوا يلتزموا باطار الاحترام، ما كاش اللي يقولوا بيت الرذيله وما كاش اللي يطيح له. تسمع يعني انت واش تقول تنافي روحك، تكون خويا معليش تسمح لي نكمل، تسمح لي نكمل نهضر الرائد؟ بيان سور بيان سور، تفضل. بارك الله فيك. انا واش راني نقول يعني ربما الرساله حبيت نوصلها انه حر في انتقاد الحكومه والمسؤولين والامور اللي ماشي مليحه في البلاد، وعلى بالنا بلي كاين بزاف امور ماشي مليحه، بصح ماشي غير في الجزائر فقط، بلدان العالم كاع عندها نقائص، ما كاش بلاد بلاد. حايب شوقي بن زهره ينتقد بلدان العالم كاع ولا ما فهمت؟ لا 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 ما لا نتكلم على هو جزائري، هو جزائري. كيف دوك هو خلينا جزائري نقولوا- راك حايبين نوصل لك ينتقد كاع العالم، لو سمحت. يعني دوك شوقي بن زهره لا لا يعارض لا لا محمد لا. السادس لا ويعارض لو تبون، سمحت. يعارض قيس سعيد، لا ويعارض لا. يعارض الليبي واسمه هذاك لا ما قلتش هذا، السيسي. انا قلت بما انه جزائري الاصل. يعني اخر مره تكلمت معه قال لك انا ما تدخلنيش، ما عنديش العاطفه، ما يغيضونيش الناس. المتعارف على المعارضين، كبار المعارضين في العالم، انهم عندهم الانسانيه قبل كل شيء، وانهم يحاربون او يعملون على ايصال رساله تاع سواء قضيه تاع شعب ولا حقره ولا غير ذلك. لما يتكلم مع اشخاص، احنا نقولوا مثلا احنا الجزائريين عندنا اللي قرا اللي ما قراش، عند كاين ناس مسكين مساكن ما عندهمش المستوى. علاش نوصل نقول انتم بيوت الرذيله وكذا؟ انا شفت بعض اللايفات ما يسبوش، والله ما لا يسبوش. اخويا مجرد معلش فقط. انا حنطلب من شوقي بن زهر، يا شوقي بن زهر يرحم يمك، في اون اكسكلوزيفيتي في اللايف ديالي، يعني اعطيها لي حصريا في اللايف تاع رائد، انتقد لي السيسي. ما نعرفش نقلد اللهجه المصريه رائد. السيسي المصري، السيسي. ايه بصح ما نعرفش نقلد اللهجه المصريه رائد، لازمني نظهر بانني مصري باش ننتقد عبد الفتاح السيسي. معليش على كل حال رائد، انا باش ما نشكرك دقيقة، انك عطيتني الكلمه. قلت امور. لحظه نقول لك حاجه فقط البوسعدي قبل ما تروح. شوف اولا هذه تاع المعارض يكون يتسم بالانسانيه وبليش، هذه راهي افكار انت ربما جايب هذيك تسمى، ربما كاين حاجه تسمى الشعبويه. كاين انسان لما يكون في سياق انتخابي مثلا ويدغدغ مشاعر الناس، انا جاي نترشح هنا المنصب ولا انا راني من البلاد ما نقدرش ندخلها، راني في واحد السياق واحد اخر. هذا باش نكونوا واضحين. وانا انسان جد براغماتي، ما عنديش عاطفه. مانيش هنا مثلا الاطفال هذوك اللي ماتوا في دار اليتامى، مانيش هنا باش نجي نترحم ونبدا نبكي ونقول لك تاثرت. نقول لك بانه القاذورات اللي يحكموا النظام مثل عبد المجيد تبون شتمهم، قال لهم انتم مجهولي الاب لما شتم صنصال، لانه شتم الملايين من الجزائريين اللي عندهم فيهم القضيه هذه تاع انه مجهولي الاب. ما نقولش ملايين لكن على الاقل عشرات الالاف، لانه كانت عندنا العشريه السوداء. هذه رقم واحد. الأطفال همش المخارج تاع الطوارئ، شكون اللي ما تكفلش بهم، شكون اللي شتمهم، هذا هو الاساس. السي البوسعادي هذه حاجه واحده اخرى. انت ما تقدرش تفرض وصايه على الناس في الاساليب. انا مثلا نقول باللي موجود مشكل في الجزائر في النظام الجزائري، ونتكلم عليه اليوم وغدا والامس، ومنذ المواقف تاعي راهي مسجله السي البوسعادي منذ 2012. اذا انت رحت جبت حاجه تاع 2020، راني عندي مواقف وتطورت والافكار تاعي تطورت، وكنت في حزب ومن بعد خرجت من الحزب، وكنت في طريقه تاعي في المعارضه كان اسلوب ومن بعد غيرت الاسلوب. لكن نقول لك حاجه، انه عندي الحق ايضا نقول بانه المجتمع مجتمع مريض، انه المجتمع مجتمع منعدم الاخلاق اليوم، انه لازمنا اعاده تربيه اليوم، ولازمنا نخرجوا من الوضع الكارثي اللي فيه. كاين ناس درك مثلا او تحتي مثلا
دادي على سبيل المثال هو يقول لك لا هذه فئة قليلة من المجتمع الجزائري اللي فيها المشكل هذا، بصح أنا عندي مشكل مع النظام العافين اللي دار. هو حر في رأيه، بصح أنا الأسلوب تاعي وما أقوله أنا مختلف تماما. ماشي معناتها أنني أعمم، لكن نقول لك باللي المجتمع هذا مجتمع مريض. دونك هذا واش لازم تفهم، الأفكار هذه اللي في راسك راهي كلها أفكار مغلوطة السي البوسعادي. على كل حال شكرا على اعطيتوني الفرصه، وربي يوفق ربي الجميع. يحفظك خويا، وانا مرحبا بك رائد أيوة. انا نقول الله لك خير. حاجه قبل ما نهبط رائد برك. انا والله العظيم انا نقولها علنا ومديت اسمي، الطريقه تاعك كيفاش تدافع على الشعب وتدافع على الناس المحقورين وتدافع على نقص الامكانيات وكذا وكذا. أنا لما الاطفال ماتوا انا احمل المسؤوليه ما رئيس الجمهوريه الابسط مسؤول. هذه انا ما نتخباش ونقولها على المباشر باسمي ولقبي وبالعنوان نتاعي. انا نحمل من الرئيس وهبط. انا ماشي نقول لك على هذا لكن نقول لك لما واحد يدافع على قضيه كما رائد نشوف انا يعني في عده مرات يدافع على الشعب يا خويا البسيط، العزيز يا يدافع على خويا الشعب العزيز، ما المحقور. عنده مداك على بالي باللي عندكم حبس دم في المدينه تاعك تما غير قرابي، بصح ما تريسكيش. لا الريسكي انا الريسكي انا عندي مبدا، وانا والدي ربوني على المبدا اني كمل ندافع على حبيبي قضيه بغ اؤمن بشار. بها. فهمت؟ انا كمل بغ مانيش ندير بشار. في العيب. ماشي انا نقول حاجه حقيقيه موجوده في ارض الواقع. لما رائد يتكلم انه ذوي الاحتياجات الخاصه ما عندهمش الامكانيات باش يدوا الحافله، راني معه 100% ونحييه. لما رائد يتكلم ويقول انه نقص الامكانيات ونقص ما كاش الماء وكذا، راني معه 100%. لذلك انا ما نخافش نقولها. وهل تظن الاخ دادي يعني لو كان مثلا يجوني الان ويدوني الحبس زعما نخاف؟ ولا نروح للحبس ونخرج ونعاود نقول نفس الكلام. لماذا؟ لانني لا اطعن ولا اجرح في اي احد. الدستور يجعل من المسؤولين خدامين عند الشعب، خدامين عند الشعب، وسيحاسبون عاجلا ام اجلا. انا ما نتخباش، بصح لا اجرح في الشعب البسيط اللي ما قراش وما يعرفش. انا نحترمك انت دادي ونحترم هذا الاخ زهير. انا رائد كي يتكلم يعجبني، يوصل الفكره بطريقه بالسهل الممتنع، السهل الممتنع يوصل للجميع. بصح انا كي نشوف بعض المعارضين كي يتكلموا في المغرب ولا في فرنسا ولا في اي بلاد لا يجرحون في شعبهم. هذا ما كان، وسامحونا ولا شكرا. ربي يحفظك يا ربي يحفظك. شكرا. صحيت. شكرا. السلام أبو عليكم. سعودي، بارك الله فيك وربي قلت ينجيك. الاساس باش نتفاهموا لاعب صابر، باش شكراً. نتفاهموا لاعب سياد. دوكا كل انسان وعنده طريقه ديالو، وكل انسان عنده واحد لي زاسبيك. انا ماشي معارض فاهم. دوك بالك تلقاني نقول لك انا ماشي معارض لانني لا اليق بالخلق، باسكو لازم باش تكون تعارض ولازم يكون عندك واحد الخلق ولا واحد الانضباط فاهم، ولا واحد لو ديسكور اللي ما تخرجش عليه وتكون انسان ريسبكتو. انا دي فوا نخرج خارج هذا الاطر وخارج كاع لاسبي تاع المعارضه ولا، فبالتالي انا جامي درت روحي معارض. انا مواطن بسيط ينتقد، نهار مليح نهار ماهوش مليح، نهار مسقم نهار ماهوش مسقم، وتستمر الحياه. الناس في تغير مستمر، الناس في تطور مستمر. الانسان اللي يلحق 50 سنه ويشوف روحه كيما كان يشوف روحه 20 سنه، يعني لا بيرجي 30 طون من حياته، 30 سنه من حياته ما دار فيها والو. هذه قالها لو كرون محمد علي. فبالتالي الانسان لازم تو لي جور ولا نقولوا كل عام يجوز عليه لازم يتعلم حاجه، يطور من نفسه، يتبدل، يغير الافكار ديالو وكذا. وشوقي بن زهره كان يهضر على هكذا ولا يهضر هكذا. لا رائد ما تغامرش برك. المهم خرجوا كلش غير الفيديو هذاك اللي هضرت فيه على ماكرون، راه ينحيوا لي اللجوء ويهبطوني للجزائر. رجاء تاع ماكرون يا خو، هذيك تاع ماكرون اساسا هذيك معايا واعره هذيك رايد. وانا خايف دركا شويه يفيقوا. تاع المخزن خرجوا نورمال، راني تفاهمت معاهم، بصح شوف تاع ماكرون هذيك رجاء واحد ما ينشر الفيديو هذاك. يا ماكرون اساسا راني في الريسك، راهم بداو يخرجوا فيه وبدا الفيديو يدور وراني ميت بالخلع. ماكرون خاوتي تشوفوا شوقي بن زهران ما تخافش، انا راني معاك مانيش كونترك. شوقي بن زهره يقول لهم ماكرون اساسا، ماكرون شوقي بن زهره، شوقي بن زهره المعارض الجزائري شوقي بن زهره يسب في ماكرون و il insulte le président Macron, il dit que c'est un assassin et qu'il a participé. على بالك باللي انا حاكم عليك فيديوهات وانت قاعد تغرق فيا. بالعقل رايد. بصح يا جماعه رجاء الفيديو هذاك منين تلقاوه سينياليوه راهم رايحين يهبطوني للبلاد بسبه الفيديو هذاك. راني قلت كلام كبير على ماكرون.
صح خوتي، عطونا شويه كباس، شويه بارطاج اللايف من فضلكم، عطونا شويه لو دوزيام سوف، دخلونا في 500 الف تكبيسه للفوق باش نلحقوا للملايين ان شاء الله. هادو كاع قال لك دراهم، هادو هما الدراهم كي تكبسوا لهم يطلعوا لي دراهم في الكونت. خويا الجزائري دو درابو دالجيري، عطونا 500 الف تكبيسه كاع بارطاج كاع، عطونا دوزيام سوف. المحارب اسمه محارب. محارب جلادياتور. ميرسي عمري، نحبك. يا خويا تفضل. السلام عليكم. الرأي والرأي الآخر. شوقي بن زهرة كي تقول أنا ديت اللجوء السياسي، تقدر تعطينا الأدلة واش من سياسة كنت تمارسها في الجزائر؟ قول أنا ديت اللجوء نتاع الأو نتاع 106 نتاع المثلية، ما تخلطش الرأي العام. أنا نفضحك أمام الناس باش كان مقيم في فرنسا، أنت ديت اللجوء نتاع المثليين نتاع الزوامل بالعامية، باش كنت تبغي المرأة كان بالمغربية. تفضل. محارب نسقسيك، انت انسان مثلي باش يعني عندك هذه المعلومات كاع، يعني تنتمي لا كوميونيتي ال جي بي تي كا بلس باش يكونوا عندك هاد لي زام باش نقدر نكونوا يعني. نجاوبك ما تتعصبش ما تحملكش الفرفاره، باسكو نتوما ثاني تحملك من الفرفاره، باسكو انا قدمت لجوء في فرنسا ويلزمك اثبات تكون معارض في الجزائر باش تدي اللجوء السياسي. شو هذا القعرات شوقي بونغورا اشكو دار تربيه دار سياسه في الجزائر، تربيه بيوت الرذيله هذا راك في تربيه بيوت الرذيله راك في فرنسا. اتيت اولا تفتح لنا الميكرو، كما كتكون مقاهره، تفتح لنا الكاميرا قبل ما تبدا تبين في اخلاقك تربيه بيوت الرذيله. ما تهربش بالسبان، ما تهربش بالسبان. هل تفتح الكاميرا يا تربيه بيوت الرذيله؟ هل عندك الشجاعه انت جاي ترجل قبل هذا يا اخي؟ خليتك تهضر حتى رائد انا ما أنا عندي كنت قادر نغلق لك الميكروفون منذ البدايه، روح عطيني الموديراتور. دونك هل عندك الشجاعه انك تفتح الكاميرا من فرنسا وتتكلم تعاود الكلام اللي كنت تقول فيه اذا كنت فعلا في فرنسا؟ بيوت الرذيله حور تربية بيوت الرذيلة ما تكونش بوشكارة. إذا كنت حقيقة في فرنسا وعندك الرجولة تفتح الكاميرا وتقول الكلام اللي قلته وعاود الكلام كامل. بحال الملك تربية بيوت الرذيلة نزل صغيرة نتسب في التعليقات. هذا عباك شي يخدمها والله غير في اخر عمره خاوتي هذا يخدم ذباب الكتروني قسما بالله. هذا اللي مسمي روحه المحارب اللي كان يهضر ذاك. تحدي قائم اذا كانت صح في فرنسا ويفتح الكاميرا او تحدي قائم. هذا تربية بيوت الرذيلة. اصلا لو كان جيت تعرف حاجة بأنه اللجوء المرتبط بالمثلية في فرنسا راني قلتها بأنه لا يعطى أصلا تقريبا، لأنه الجزائر لا تعتبر من البلدان التي يعني كاين ناس مثليين حقيقة، كاين تجاوزات في حقهم، كاين شوية قوانين جائرة، لكن في المنطق ما كانش ناس نعرفهم في الجزائر. راهم كاين مؤثرين، كاين مغنيين عايشين علنا. لا شوف انت تسب في الجزائر ايضا، انا ما نسمحلكش انك تقول بان عندنا راك تعرفهم انت موالف تقول الاسماء تاعهم هذوك اللي عادي عايشين في الجزائر. لا خويا شوقي ما نسمحلكش انك تسب وتقول بان يعني انت بالقول ديالك راك تسب في الجزائريين وتقول بان عندنا مثليين دي زارتيست. رائد قبل برك قال لك باللي هو دار اللجوء لا تاع المثليه وما عطاولوش. قالوا له يتباتا قالوا له اثباتات ما هو شغل كان هايبين. هو دار هذه المثليه وما قبلولوش السيدات. ولكن يا شوقي انا ما نسمحلكش رائد وارثه ثاني تتحلب للحاجه قبل ما تصرى. صار عليك مقود انت يا انا كنت شوقي بن زهراء. شوقي بن زهراء قبل موش سياسي صح، شوقي مو سياسي ودار هذا اللجوء اللي راك تحكي عليه، ومن بعد قال انا درت اللجوء. راح نقول له انت ماكش سياسي وماكش معروف. واش قلت له انا قلت ما انت درتها. اباك بلي شوقي بن زهراء قبل ما يهضر على بالي واش راه يقول هو يفهمني قبل ما نهضر. قبل شو غير تبان نفسها هكذا على بالي بلي حيفهمها. شوف يا خو شوقي بن زهراء سامحني خويا، ولكن باش تقول لي انت بان المثليين ما يتعرضوش للاضطهاد يا خو انت كتسب في الجزائر. رغم اننا شفنا سيفري يعني دي زارتيست عندهم كارت دارتيست
مغنيين في الجزائر يعني تقدر تصنفهم يعني على الهيئه ديالهم بانهم LGBT+، ولكن شوقي خويا ما تقولش هيدا. انا نعرض بشرف، انا الحاجه كيما تكونش نقولها دركا. آه. وصراحه نشوف باش الناس نكونوا جديين شويه في نستفيدوا من تربيه بيوت الرذيله هذو، انه اللي يفكر بانه مثلا يجي لفرنسا ويطلب اللجوء بهذا المسمى، راك اولا لازم تثبت مثلا بانه عندك اضطهاد مرتبط به، ماشي فقط تقول لهم باللي كاين قانون. هو حقيقه موجود واحد القانون هكا يستخدم ضدهم، مثلا لما صرا واحد العرس، صرا يعني داروا زواج مثلي في علي منجري في قسنطينه، تما طبقوا عليهم طبقوا عليهم، دخلوا فيها حتى ناس في القضاء، كان وكيل تزيد جمهور. عليها شوقي، تزيد عليها. انا كنت تلقاها في النهار، كنت تلقى المقال، راني نهار جبت لهم المقال في الموضوع. وقتها هذه كانت اخر مره القانون الجزائري، وكانت في فتره بوتفليقه، طبق في الحاله هذه، يعني في القضيه هذه تاع المثليه. لكن باش يعطوك اللجوء بهذا المسمى، وانا ورائد ودادير انا مقيمين في اوروبا ونحترم حريه الجميع، لابد لك ان تثبت بانك تتعرض الى اضطهاد، معناتها يا اما العائله تاعك يا اما النظام السياسي يضطهدك لانك يعني مثلا مثلي. وهذه القضيه صعيبه بزاف، لانه في الجزائر ما عندناش هذا النوع من الاضطهاد بدرجه كبيره، مع احتراماتي للجميع. مانيش نقول انه ماشي موجود، وحتى الناس اللي ربما هم مثليين على بالي يناضلوا من اجل هذا، وكانت جمعيه في الجزائر اسمها الوان كانوا يناضلوا، كان راديو في هذا الاطار يناضلوا من اجل الحقوق تاع المثليين. لكن يعني الاضطهاد في هذا الشأن يعني ماهوش موثق بشكل كبير. هذا واش نقدر نقول انا في هذا الشأن. دونك انك تجي تطلب اللجوء بهذا المسمى، راك رايح للرفض بشكل مباشر، يعني نقولها لك. سمعت سيد مقبل اللي قال يا شوقي بزهره ويوعدك انك دير اللجوء. الداخليه شوقي دارمانه، ماشي شوقي بن زهره، شوقي دارمانه، فاميلة دارمانه شوقي. اللي يحتاج اللجوء يتواصل في الخاص، السعر في الخاص. عباك بلي نحير من داك شغل كيقولوا لي عفايس هكذايا، عباك بلي حنا نقصروا. شايف شوقي بن زهره عنده ايفون 16 برو ماكس، رائد عنده ايفون 17 برو ماكس، شو يعني فاهم ولا عباك دايرين في بالهم بلي زعما ما على بالي. قال لي واحد راك تحق شوقي بن زهره ويخلص قود انت يخلصني، وش بيك يا انا اللي نخلص فيه. وش من ايفون؟ وش هو شريت مؤخرا رائد؟ وش شريت مؤخرا؟ ريد بول يا اخو. لا شريت حاجه اخرى. ما شريت والو يا اخو. اللي بعثها البارح في الخاص. بعتها لك في الخاص حتى تخرجها لهنا. علاه ما دادي اسكو كش ما خرجت راني نطرح في راني نطرح في. سألت برك شريت ريد بول انا سقسيتك برك. شريت تريبي تاع كاميرا، هذا تريبي اولانسي. لا زيد واش كشما حاجه اخرى كشما. عندي بيرو، شريت بيرو لاني نهضر بيرو، عندي بيرو شباب. زيد تريبي بيرو ايفون 17 برو ماكس. زيد لا ايفون 17 برو ماكس عنده بزاف. شريت ثاني تاع 17 شاومي الترا، وعندي هذه تاع كاميرا تاع يعني انا بالكم باللي رايد عنده ايفون 17 برو ماكس، وهذاك شاومي 17 الترا اللي راهو يتجاوز ال 1000 يورو القيمه تاعو. عنده تي شيرت على ما اظن القيمه تاعو شحال التيشيرت هذاك؟ واحد التيشيرت عندك شحال القيمه تاعو؟ تاع المغرب؟ لا عندك واحد ماركه، واحد تيشيرت ماركه. وين على بالك التيشيرت هذا؟ هذه ما درتهاليش في الخاص، كيفاش على بالي يا راجل؟ هذه المهم عندي هذه انستا 360 دير 100 اورو. زيد واش ثاني؟ زيد ولا كوموند اللي جايه واش فيها؟ لا كوموند فيها 468 اورو، فيها واسمه فينوس لايف، كاميرا احترافيه لللايفات، فينوس لايف ار. احنا راكم شفتوا انا من 2020 وانا نجبد، وما بعثوا لي لا فينوس لايف ار هذه لا ايفون 17 برو ماكس لا والو. كل واحد انا بابا كان سراق مع سعيد بوتفليقه. قودين يا شكوكي والله. واحد سيد خالتي خرج قال لهم رائد باباه كان سراق مع سعيد بوتفليقه، يعني ان بابا كان ما عليه اصابه. قودين بابا ما عليه اصابه ولا حرق في بوطي. دادي سرق لونساج انت سعيد بوتفليقه ولا غير؟ صحيح يا اخو انت شوف، من كاع الناس اللي سمعت داروا لهم تهم، انا هو اللي عندي تهمه كبيره. دادي سرق لونساج نورمال،
شوقي بزارة سرق 5 بقرات فراقشي، وباباه سرق شويه قال لي كان في البلديه عنده توهم فاسد. هو على الشعر تاعك تبان باللي كبرت مع يعني عند السعيد بوتفليقه، يعني كبرت في العز، كبرت في ظروف مليحه. احنا كامل خرج شعرنا درك لو كان دادي ولا انا نوريك صراحه خرجنا شويه بالمياه تاع الصرف الصحي، يعني كنا نغسلوا شعرنا. باغ كونتخ انت لا. هذا تيراني دوكا باكش هذه تير هذا تعمل الكبار هذا. المهم لا هي انا نتكلم بموضوعيه، يعني درك انا مانيش نتهم فيك، يعني نقول باللي الدلائل اللي عندنا ما هو متوفر يقول هذا، ما مانيش نتهم تدخلش شعري هكذا زعما هذه راه الصراحة. انت من صغرك دير الشامبوان، حنا كبرنا بالايزيس، ولا ما كانش الايزيس دير صابون تاع القالب اللي تغسل بيه لا الكرش. ماشي هو اللي يدير والمسطى بشعرك. والمسطى هذيك السحريه اللي كنا الكراده ماشي والله غير سيري يا خو تامني كنقول لك انا سكنت في بيوت قصديريه. واش رايك؟ انا لو كنقول لك انا يا رائد كي كنت صغير سكنت في بيوت قصديريه، كان عندنا براكه، كبرت في البرارك، كبرت في رائد. هذه خليها نهار نديروا لك كتاب هذاك الوقت تحكي القصايص هادو، ما لازمش تخرج كلش رائد. خلاص معليش يا ماشي. تالو كان المهم الشعر هذا ماهوش تاع بيوت قصديريه صراحه، يعني معليش خلينا. المهم هاولي كون شريت هاوليك تيريبي يولانزي تقدر تستعملوا للهاتف النقال، دير هذيك تا هكذا تطلع هذيك هكذا، وتقدر خويا شوقي بزارات تستعملوا يعني في كاميرات البث هكذا، دير هذه العفسه وتفتحوا هكذا هاوليك ويتنفتح وشال. وهذيك اللي بعتها لك هي فينوس لايف ار تاع شركه هولي لاند. واش بعت لي الرابط؟ حدد باللي بعت لي رابط، ما بعت لي والو. كابتور ديكرون بعت لك كابتور ديكرون، بعت لك الرابط تقدر تشري هذيك هولي لاند فينوس لايف ار اللي البث الاحترافي. تقدر دوكا تسمى يعني دير لايف في يوتيوب وفي تيك توك تسمى بلا ما دير هذيك. دونك الناس يبعثوا لهم الماتيريال وشوقي بن زهره يبعثوا له الروابط. هذه هي يا خو انت تخدم مع المخزن زواوله يا خو، قلت كاي تخدم معنا ما حبيتش واش ندير لك انا. رايد انا بالك باللي انا لا استبعد انه المقتطف هذا اللي قاعدين درك نديروا في واحد الجانب هكا رانا نضحكوا مع بعض، على بالك باللي قادر تلقاه نورمال يدور باللي هذا هو الدليل. الخونه يا وعلاش ما داروهاش ديجا كي قلت لي روح تخدم معنا مع المخزن قال لك ها كيفيه كيش داروا كيفيه وشنو خا الناس دايرين لايف. كنت عند شوقي مزاره في اللايف ديالو 2000 بنادم يشوفوا فينا. دايره ورائد هبطك وانا عاود طلعتك. الله ما توشيت اللايف، والله ما توشيت ليك روح ضاد. المهم قلت لك انا قريت فيك الامان خويا، والله قريت فيك الامان. زعما قلت عطاني موديراتور عمره ما يديرها زعما. صار عليك عطيتك موديراتور ما هبطكش. قلت لك شوقي بن زهره طلعت عنده في واحد اللايف، كان لايف يشوفوا فيه 2000 3000 باقي. شوقي بن زهره كنا نهضروا في هذا الشيء، قال لي تخدم معنا، قال لي المخزن يخلص مليح فاهم. قلت له هو لا قلت له طريقي وطريقك ماشي كيف غدوه من ذاك لقاو هذيك لابارتي هذيك دايرينها في الصفحات ديالهم، ويقول لك هاي ليك كيفيه يعني كش يقولوا تجنيد الخونه شايف. الوغ كو يا سيتي دون زان لايف وين يشوفوا فيه 3000 بنادم. ايماجيني انت 3000 بنادم يعني حيتجندني قدامهم يقول هاي تخدم يجي نامبورت كوا. المهم هذيك اللي بعتها لك هولي لاند ار فينوس لايف تعتبر يعني من كاميرات اللي يا رياض اسمح لي. فكر ان تربيه البيوت الرذيله انك بينت اخلاقك، وتربيه المدرسه الجزائريه افيرتيسمون فيولاسيون بار شوقي بن زهره. خلينا بعتوك باش سينيالاو. شفت انا تسينياليت سنه نهبط باش ما نهبط لكش اللايف. هبط عاود اطلع.